كلنا شفنا الفيديوهات اللي حصلت في المسجد الأقصى. الفيديوهات اللي حرفيا تقطع القلب وتجيب للشخص كده اكتئاب طول حياته. الفيديوهات دي اللي كان فيها المعتكفين اخواتنا المسلمين في فلسطين كانوا عادي معتكفين في المسجد الاقصى وبيصلوا عادي زي اي مسلم بيصلي دلوقتي في اي بلد، فاهم؟ وده وقت مخصص ليهم كمان انهم يكونوا فيه في المسجد، عشان اصلا في المسجد الاقصى دلوقتي بقى فيه مخصص وقت للاسرائيليين ووقت اصلا للمسلمين في المسجد الاقصى، فاهم؟ هم دلوقتي معتكفين عادي كأي وقت طبيعي. المفروض انت في رمضان حتى دلوقتي ففي اعتكاف وفي صلاة وفي كل حاجة، فاهم؟ وده حق ليه، ده حق، ده بلده اصلا، فاهم؟ يعني ده حق. في الوقت ده اللي هم كانوا معتكفين فيه دخل عليهم الجيش الإسرائيلي وحصل المنظر اللي احنا شفناه كلنا ده. دخلوا عليهم ضرب وقتل وكل حاجة لحد عايزين يخرجوهم من المسجد في الوقت اللي هو مخصص ليهم حتى، انت متخيل؟ واحنا دلوقتي مش بايدينا حاجة نعملها غير اللي احنا ندعي ليهم. مش اي دعاء عادي برضو اللي هو ايه اول ما يقابلك فيديو كده فربنا يكون معاهم وتعمل سكرول كده، فاهم؟ دول اخواتنا، اخواتنا في كل في الاسلام، واخواتنا كعرب وكمسلمين وكل حاجة. فانت ان شاء الله لازم تدعي ليهم. احنا دلوقتي في رمضان ادعي ليهم وقت الفطار، وادعي ليهم في التهجد، وادعي ليهم في كل وقت، فاهم؟ في كل الصلوات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يغير القدر الا الدعاء. صلى على النبي وهسيب لك الفيديو ده في الاخر. أنا كعربي ومسلم بغيت أزور الأقصى. نعم. هل في إمكانية أني أزور الأقصى بدون ما أخذ موافقة من إسرائيل؟ نعم في إمكانية. جيب معك 2 مليار مسلم وتعالوا على الأقصى وأنا أول واحد بستقبلك. الله ينصركم إن شاء الله. جيب معك 2 مليار وتعال وأنا أول واحد راح أخذك من المطار. والله يا رب.